أهلا وسهلا بيكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني. درسنا النهاردة بعنوان مصر والمنظمات الإقليمية في إفريقيا. أهلا بكم. لما دول إفريقيا كان فيها استعمار وتمييز عنصري، أنشأت دولة القارة منظمة وحدة إفريقية 1963 لتخلصها من الاستعمار والتمييز العنصري. ولما الاستعمار والتمييز انتهى، جه اتحاد أفريقي لتحقيق السلام في 2002. خلفا لها من أهدافه دفاع، تحقيق، تشجيع وتعزيز تنمية، دفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها واستقلالها، تحقيق تكامل سياسي اجتماعي واقتصادي في القارة، تشجيع تعاون دولي وتعزيز السلام والأمن واستقرار القارة، تعزيز مشاركة شعبية وحماية حقوق إنسان، تنمية التكنولوجيا والعلم في القارة. بيتكون من مجموعة هيئات سياسية، اقتصادية، وقضائية، وأخرى. سياسية: برلمان إفريقي ومجلس تنفيذي. اقتصادية: صندوقين نقد بنك مركزي والاتنين أفريقي. أما القضائية: محكمة عدل والحقوق إنسان مفوضية والاتنين أفريقي. أما الأخرى: مجلس السلام والأمن. مصر والاتحاد الإفريقي. أولى الدول الموقعة على قانون تأسيسي له مصر. 2019 تم انتخابها بالإجماع لرئاسة دي مصر. في التنمية الاقتصادية لها إنجازات مع أهل مصر. أطلقت اتفاقية منطقة تجارة حرة إفريقية دي مصر. إطلاق مبادرة في مجال النقل دي مصر. إنشاء صندوق لضمان مخاطر استثمار دي مصر. تمثل القارة الإفريقية في المحافل الدولية هتكون مين غير مصر؟ أما على المستوى الأمني، إنجازاتها إيه عارفين؟ مبادرة إسكات بنادق في 2020 لإنهاء حروب نزاعات ومشاركة في بعثات حفظ السلام بالقارة. وإيه في المستوى الاجتماعي كان ليها برضو إنجازات: إرسال قوافل طبية لبعض دول إفريقيا لمكافحة الأمراض المنتشرة في إفريقيا. قدمت منح دراسية للطالب الأفريقي. وعلى المستوى الثقافي، ملتقى للشباب العربي والأفريقي في 2019 كان في أسوان. ومهرجانات للسينما كمان. جهود مصر مع الاتحاد الأفريقي هنلاقيها في كل مجال. قبل ما هقولك باي باي وتقولي خلاص أو لسه، في تجمع دول الساحل والصحراء ومنظمة الكوميسا. تجمع ساحل وصحراء مقره في طرابلس ليبيا، هو الأكبر كده ليه؟ أعضاؤه 29 دولة. أما الكوميسا هي سوق مشترك للدول شرقي وجنوب إفريقيا، مقرها زامبيا. وهي رقم 2 لأعضائها، يا ترى كام أعضائها؟ 21 دولة. أهداف الكوميسا هي بإنشاء سوق مشترك، تحقيق تكامل اقتصادي وتعزيز تجارة وتشجيع الاستثمار بين الدول الأعضاء. أما أهداف تجمع دول الساحل والصحراء: تحقيق تكامل اقتصادي وتطوير التعليم والبحث العلمي بتبادل الخبرات ومواجهة تحديات مشتركة، تغير مناخي والفقر والبطالة. جهود مصر في الكوميسا: انضمت 1898
وتولت رئاستها يجي كده مرتين 2001 و2021. وضعت خطة تنموية لتحقيق أهداف أجندة 63 وإنشاء مشروعات بنية تحتية مشتركة للربط الكهربائي بين مصر والسودان. إطلاق أكاديمية كوميس إلكترونية لدعم التحول الرقمي. وإطلاق مبادرة تكامل الصناعي الإقليمي تحت شعار يا ترى صنع في الكوميسا. أما جهود مصر في تجمع ساحل وصحراء عملت في 2001 في المجالات الأمنية والسياسية ومواجهة الإرهاب. القاهرة أصبحت مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب